اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا. لو اول مرة تشوفوني، انا اسمي سما، بقدم محتوى على اليوتيوب، وصفات طبخ، وكمان تعليم التفصيل بالباترون باسهل طريقة. النهاردة هنعمل اعادة تدوير للمكرونة. يعني ايه اعادة تدوير للمكرونة؟ انا ولادي عملت لهم امبارح مكرونة وبانيه، كلوا البانيه بالعيش وسابولي المكرونة. طب انا هرمي المكرونة؟ طبعا ما ينفعش. ابتديت اعملها بطريقة تانية علشان ياكلوها، يعني هياكلوها ان شاء الله. جبت البايركس بتاعي، حطيت معلقتين صلصة كده علشان ازود النكهة للمكرونة. صلصة جاهزة متقلية كده بفص ثوم، وحطيت جزء من المكرونة وحطيت عليها كمان معلقتين من الصلصة، وهبتدي بعد كده اقلب. لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو، يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وسهل من وصفاتنا. هنبتدي نحط بقى شوية لحمة مفرومة معصجين. يعني انا بعمل حركة كده، مش عارفة الحركة دي هتعجبكم ولا ايه، يا ريت تقولوا لي رأيكم في التعليقات. ان انا لما بجيب اللحمة المفرومة وبعصجها وبعمل بيها اي وصفة، بروح شايلة معلقتين كده في علبة في الفريزر، وبعمل بيهم اي وصفة تانية كده بتبقى خفيفة، او زي ما احنا ما عملنا كده اعادة التدوير للمكرونة ديت، بتبقى عندي جاهزة كده معلقتين على معلقتين على معلقتين، بيعملوا لي وصفة كويسة. يا ريت تقولوا لي رأيكم في الموضوع دوت، يعني الموضوع ده كويس ولا ايه بالظبط. بس انا شايفاه عن نفسي ما بيأثرش معايا لما باجي بعمل اي وصفة، وبيساعدني بصراحة لما اجي اعمل اي حاجة كده في السريع. هبتدي احط باقي المكرونة على اللحمة، وهحط برضو معلقتين من الصلصة عشان ازود النكهة بتاعتها. هشغل الفرن بتاعي واسخنه كويس. انا عندي هنا كل حاجة مستوية، فانا مش محتاجة اني اسوي اي حاجة. انا يدوبك هسخن الفرن، هشغله حوالي 3-4 دقايق كده، المكرونة بتاعتي تاخد وش. هحط بقى ميكس من جبنة، معايا جبنة موتزاريلا على جبنة رومي، وهحطها على الوش وهحطها في الفرن. ما تنسوش تدعموني باللايك والشير، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. انا كده حطيت الجبنة معايا على كل الطاجن وهحطها في الفرن. حاجة سهلة وبسيطة وكلها مكوناتها موجودة في البيت، وبدل ما انتي تعبتي وقفتي وعملتي حاجة وفي الاخر تترمي، حرام. فاحنا نجدد فيها عشان برضك الاولاد ياكلوها. انا هحطها في الفرن، ودي معايا بعد ما طلعت من الفرن. بصراحة طعمها اتغير، طعمها بقى مختلف ولذيذة جدا. بصوا شايفين، فرقت اللحمة المفرومة، فرقت معاها، وكمان الميكس بتاع الجبنة فرق مع طعم المكرونة. جربوها لو اتبقى معاكم اي مكرونة